السجين ده كان عايز يهرب، بس لو عدى الخط الأحمر الكرة الحديد اللي في رجله هتتحول لذهب وتفعل فخ يعاقبهم بعقوبة قاسية. لكن الإخوات الأربعة ما صدقوش التحذير وقالوا طالما السلسلة مش هتلمس الأرض مش هيحصل حاجة. بس أول ما عدوا الخط الأحمر الكرة فعلا اتحولت لذهب ونزلت خبطة على راسهم. بعدها حاولوا يهربوا من تحت الأرض، لكن بعد شوية الكرة شدت واحد منهم لفوق وضربته جامد في الأرض. لما الحراس شافوا قوة الكرة اطمنوا وقرروا ياخدوا أجازة جوه السجن. في نفس الليلة حد رمى ورقة من الشباك مكتوب فيها إن باب السجن الرئيسي هيتفتح الساعة الثالثة. الكل جري فرحان عايز يهرب، بس ما كانوش يعرفوا إن دي فخ من البوليس علشان يفكوا سلاسلهم. فجأة الفخ اتفعل وبدأ يشدهم تاني ناحية السجن، لكن القوة كانت جامدة لدرجة إن السلاسل فعلا اتكسرت. ولما شافوا إن الخطة نجحت كل واحد بدأ يكسر السلسلة بتاعته بالحجارة، لكن السلسلة بتاعت الأخ الكبير ما اتكسرتش، فاضطر يجرها وهو بيجري. فجأة الكرة بقت حمراء عاملة زي قنبلة موقوتة. شالوه بسرعة وجريوا كلهم بره. افتكروا إنهم نجحوا في الهروب، لكن بعدها حصل انفجار ضخم. الحراس لقوهم واتمسكوا تاني وترجعوا السجن من جديد.